ثقتك في القضاء زادت أم أن ثقتك في القضاء كانت أصلا قوية ولم تحتاج أنها تزيد؟ ثقتي في القضاء لم تهتز اليوم، وانا اعتقد ان انا مع حضرتك ومع العديدين من الزملاء اللي انا شرفت بالحديث معهم قبل كده، قلت ان انا مطمئن بالا تماما، وكل ما اهدف اليه ان الوقت يعدي عشان الحقيقه تبان، والحقيقه بانت على ايدي القضاه. يعني مش عايز اقول من النزاهه، لان هم جبلوا على النزاهه. مش عايز اقول القضاء عادل لان هم يرمزوا للعدل نفسه، لكن يمكن القضاء عندنا اذا كان بيعاني من شيء بيعاني من طول المده لكثره القضايا اللي منهاله عليهم عشان يحلوها، واللي لازم تبقى احد المشاكل نحطها نصب عيننا عشان يبقى العداله سريعه. لكن الحقيقه يا فندم انا لم اهتز لثانيه واحده في ان عداله السماء ممثله في ايدي القضاه ونزاهتهم اللي هيدوني حقي في الاخر. ومن هنا بقول ان مش مستغرب على هذه المؤسسه اللي قدر لها في الفتره الماضيه على مدى السنتين اللي فاتوا انها تكون القاطره اللي سحبت وراها مؤسسات مصر كلها في طريق تحرير مصر من الطغيان الاخواني اللي حصل. وطبعا ده كله لا ابدا نستطيع ان ننسى جهد بتاع المناضل، وانا بقول المناضل عشان استخدم الكلمه، المناضل المستشار احمد الزند، المقاتل المستشار احمد الزند من داخل المؤسسه، عشان بس نشوف الى اي مدى احنا يعني الامور العقلانيه الحقيقيه هي اللي بتسود دلوقتي. اعتقد ان الاداره الحكيمه الهاديه الواعيه اللي متناسبه جدا مع الظروف المؤقته اللي بنعيشها، اللي قايم بيها النهارده السيد المستشار منصور الرئيس المؤقت الجمهوريه، اعتقد برضو مثل طيب احنا فين النهارده مؤسسه القضاء.